قلب اخوك وحشتني، بقالك فترة بتغير معايا، مش طامر فيك العيش والملح. ما هو انت لما بتسميش انا باكل معاك، لكن حتى لو انت حبيت تبعد عني انا مش هبعد عنك. شايف الناس الكتير اللي هناك دي، اللي بيقول لك لا اله، واللي رافع علم الوان، واللي بيرفع له كاسين، واللي بتشرب لها سجارتين، والواد والبت اللي هناك اللي مرتاحين لبعض قوي 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 قوي، وبيحصل ما بينهم كل خير. معقول يعني كل دول غلط؟ دول اكتر الناس يا راجل، ربك بقى هيعذب كل دول ويعاقب كل دول. ايوه كده، فهو معايا وشغل دماغك زي ما هم شغلوا دماغهم، وما سمحوش لبتوع الدين والكلام ده انهم يأيدوهم، وعايشين مبسوطين وفرحانين، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. اختار لك بقى واحد منهم وخليك معاه. يا عم بقول لك دول الاكتريه، مش مقتنع؟ ماشي، طلبك عندي. طب يرضيك العنصريه اللي اياهم دول بتوع الدين وربنا وحلال وحرام بيتعاملوا معاهم بيها؟ ده اضطهاد وقمع رأي يا راجل، وانت فاهم وبتقدر الحرية، فلو مش عايز تبقى منهم براحتك، ولكن يا سيدي دافع عن حقوقهم، تعاطف معاهم، خد بايديهم. مش جايه معاك دي كمان؟ طب بقول لك ايه، واحنا مالنا؟ ما اللي يعمل حاجه يعملها، وربك اللي بيحاسب. وخد بالك دول ممكن يبقوا احسن بكتير واقرب من ربنا من اللي عامل نفسه واسع على الناس، بتاع حلال وحرام وصح وغلط وامر بمعروف ونهي عن منكر والكلام الفارغ ده. صح كده؟ صح، ها؟ تمام. انا مش عايز منك اكتر من كده. كان نفسي اقول لك اشوف وشك بخير، لكن هيجي منين الخير طول ما انا موجود؟ ووشك كده كده هشوفه في كل لحظة، وانا وراك لغاية ما اخد ايديك ونروح سوا هناك فين؟ لا خليك واثق فيا، لما هنروح هتعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، يا اهلا بكم. وهي دي الزحليقة اللي الشيطان بيدقلج عليها اي زبون وكومودينو من البني ادم عشان يطلعوا من الدنيا زحليقة كده على حفرة النار. نصيحة اولانية، تبع الاكثرية، امشي وراهم وروح معاهم. كفار بقى، ملحدين، الوان من اياهم، زنا، شاربي خمر، مستحل معاصي، كله روح وراه. بقول لك اكثرية وناس شغالة دماغها فعايشة مبسوطة، مش ناس مأيدة نفسها بالدين. ما عجبكش الكلام؟ طيب بالراحة يا عم، تعاطف معاهم، دافع عن حقوقهم، ما ترضاش بالظلم الواقع عليهم برفضهم. برضه مش عاجباك؟ خلاص، هم حرين واحنا مالنا. واللعبه دي مش جديده، دي لعبه قديمه. اخدك الاول بطلب كبير، قبلته يا عم الحمد لله، ما قبلتوش يبقى لما اقول لك اللي اقل منه هتقول خلاص دي ابسط من دي وتقبلها. عارفين قصه الواد اللي سافر عشان يدرس بره وسقط 4 سنين ورا بعض، وفي كل سنه كان بيقول لابوه وامه انه كان بينجح، فجه بقى وقت التخرج وهو مش هيتخرج ولسه محتاج فلوس عشان يكمل دراسه، فيتصرف ازاي؟ فبعت لهم جواب قال لهم انا والله سرقت وقتلت ودخلت السجن وعملت وسويت، حكى لهم قصه مأساويه، وانه دلوقتي يعني خلاص هيتحط على حبل المشنقه كمان يومين. وكتب في اخر الجواب انظر الخلف. بصوا على الخلف، لا هو بابا وماما انا كنت بهزر والله، كل القصه دي قصه اي كلام، انا غايب ما هنالك، بس انا سقطت ال4 سنين اللي فاتوا وكنت بقول لكم ان انا نجحت ومحتاج فلوس عشان اكمل الدراسه. فلما شاف كده قال الحمد لله، يا نهار ابيض، ده بعد ما قال لنا انه داخل السجن وهيتشنق وبتاع، دي بسيطه دي. اهو الشيطان بيعمل معانا كده. فتعالوا نفصصهم واحده واحده كده ونشوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي رد على كل الشبهات دي. ما هي كل حاجه ليها رد، عشان ما نركبش زحليقه شوشو لغايه ما نوصل لجهنم والعياذ بالله، ربنا يجعلني واياكم من اهل الجنه. ويجي هنا اول حاجه، ليه الاكثريه هي اللي غلط يعني؟ ما هو لو كانوا غلط ما كانوش يبقوا كتير. وليه الاسلام هو الصح عشان قليل يعني؟ طب ما البوذيين اقل، واللي بيعبدوا الفانيلي تشيكليتس اقل، يعني اي حد عمل له اي اله بيعبده دول اقل، ده ممكن تلاقي في ديانه فيها 4 5 ولا حاجه، يبقى دول بقى الحق. ما هو القله هي اللي بتبقى صح. بص بقى، انا هجاوبك على السؤال الاخير الاول. الحقيقه يا سيدي الفاضل ان اي حاجه غير الاسلام فهي الباقي على بعضه، فالكفر كله مله واحده، ما يفرقش بقى هو بيعبد ايه، طالما مش مسلم فهو مع الاكثريه دي. ويجمع مع هذه الاكثريه بجرم اقل، هو دعاة الذنوب والمعاصي اللي مستحلينها ويدعو اليها، الزنا وشريب الخمر وبتوع المخدرات وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فهم اكيد مع اهل الباطل. وتبقى القله هي قله المسلمين المتمسكين بدينهم، فهم فريقين، مفيش فرق كتير. طيب وتاني حاجه، هو مين قال ان الاكثريه غلط؟ وليه يبقى الناس الغلط كتير؟ اللي قال ان الاكثريه هي الغلط ربنا سبحانه وتعالى. ايات كتير من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال وما كان أكثرهم مؤمنين، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهنا أنا مش بكلمك على آية ولا 2 ولا 3، ولكن آيات عددها كبير في القرآن الكريم بتصف الكثرة بأن هي اللي فيها المشكلة. طب وليه الكثرة؟ يبقى هم اللي عندهم المشكلة. طب ما يبقى الخير كتير وخلاص، لأنه ده الاختبار أصلا. الاختبار هو حرية الاختيار يا باشا، قدامك جنة وقدامك نار، وادي باب دي وادي باب دي، عايز تروح فين؟ اتفضل. فأكثر الناس غروهم الشيطان، حبوا الشهوات
وافكارهم الشاذه اللي شايفين فيها المتعه والحريه. كلمات براقه شبه النار، ما هي براقه رخ، هو ده اللي الشيطان عايزه من بني ادم. فرقم واحد هو محض اختبار، واغلب الناس اختارت متعه الدنيا من الحرام على نعيم الاخره. طب وتاني حاجه، انه لو كان الاكثريه هي اللي على الايمان والصلاح، ففين المعضله يعني؟ ما نمشي وراهم وخلاص، وكده ما فيش امتحان زي الامتحان اللي وقع فيه القله دلوقتي، انك على قلتك لازم تجاهد انك لا تتبع الاكثريه اللي بعيده عن ربنا، ولازم تجتهد انك تنقذهم من النار بالدعوه وحسن المنطق والتقرب اليهم، وانك تاخد ايديهم عشان نخش الجنه. احنا دعاة جنه يا اخواتي، ها، مش بتمنى الناس تخش النار، لا يا رب الاقي كل خلق الله في الجنه، ولكن للاسف ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان ده مش هيحصل، فبالتالي دورنا نجتهد ان احنا ناخد بايدين اكبر عدد ممكن يدخل الجنة بإذن الله. فبالدليل من القرآن اتباع الأكثرية هو اتباع للضلال، والحق حق حتى لو كان أهله قليل. يجي هنا الشيطان يقول لك طيب خلاص ماشي ما اتفقنا، لكن بقى ما ترضلهمش اللي بيجرى فيهم. الواحد منهم يقول أنا ملحد ويسب الدين ويسب الإسلام، يعملوا له ازدراء أديان. الواحد منهم يرفع علم الألوان يتقال عليه شين ألف ذال، ده لو أنت مؤدب يعني. وإحنا مسلمين وما بنشتمش، ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فاللفظ ده حلو عليهم قوي وكفايه. ايوه يعني يرضيك يعني يتقال عليهم كده، ودي حاجه طبيعيه ربنا خلقها. ده غير الازدراء المجتمعي اللي شارب الخمر والزنا والعالم دي كلها، مش المفروض ليهم حقوق زي ما كل خلق الله ليهم حقوق؟ كلام برضو جميل وبراق، واللعب على حته نصير الحق وكده ده بتجيب نتيجه مع بعض الناس. ولكن التعاطف ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا بمثل في القران. عندك يا سيدي امراه لوط، قال عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. امراه لوط يا اخواتي اغلب المفسرين على انها لم تكن كافره، ولكنها كانت منافقة تظهر إيمان بلوط ورسالته، واللي هي ضد إياهم ألوان وبتاع، وانت فاهمني، وخد بالك في كلامك عشان الفيديو ما يتوقفش، بس انت فاهم وانا فاهم. فما كانتش منهم، ولكن كانت متعاطفة معاهم، تظهر الإيمان بلوط اللي كان رافضهم رفض واضح وصريح، بل وتوعدهم بعذاب ربنا والنار بلا أي تهاون ولا مداهنة ولا بالراحة ولا طبطبة، ومفيش الكلام ده. قدامه تقول له انت تمام صح ايوه هو ده، تلف بظهرها تنقل لهم أخباره، تتعاطف معاهم وتساعدهم. فما كان إلا إن ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القرآن بلفظ خائنة، والخيانة هنا لا تعني الزنا والعياذ بالله، لأنه مفيش امرأة نبي زنا، ولكن تعني ما فعلت من النفاق والتعاطف مع قوم لوط ومساعدتهم عشان حقوقهم. فما كان إلا مصيرها النار. فلا تعاطف يا حبيبي، لأن تعاطف يعني أن تترك أهل الكفر أو أهل الأفعال الشاذة أو أهل المعصية على حالهم وتتركهم للنار. ولكن لو عايز تعاطف حقيقي فهو تعاطفك معهم بدعوتهم، بأمرهم بالمعروف بنهيهم عن المنكر بغير منكر، بنبذهم مجتمعيا عشان يحسوا بالضيق، لعل ده يحيي جواهم حاجة انه يمكن احنا غلط. تاني احنا هدفنا ناخدهم الى الهدى والى الجنة، مش نرميهم بايدينا الى النار. هتقول لي يا امير ركز مع كلامك وخد بالك، انت بتتمايص وتتمايع وتلون ولا ايه؟ مش في حاجات من الحاجات دي عليها حد من الله سبحانه وتعالى؟ هقول لك نعم صح، في حاجات من اللي بنتكلم عليها حد، ولكن هل ينفذ الحد انا وانت ولا القاضي اللي في ايده الامر ده؟ مش انا ولا عملنا انا وانت نشتغل عليهم دعوة امر بالمعروف نهي عن المنكر، ناخد بايديهم للجنة باذن الله. فلو فلت من هذه الشبكة لسه السمكة مش في الأمان والشيطان صياد. فيجي لك بقى على ثالث حته في الزحلية، وابسطهم واخفهم والطفهم اللي ممكن تعدي معاه. يا عم احنا مالنا، اللي عايز حاجه يعملها واللي بينيل حاجه ينيلها، واللي يكفر واللي يؤمن واللي يلحد واللي يقلع واللي يلبس، احنا مالنا. وده كلام ما يقولوش مسلم موحد بالله فاهم دين. قال الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللي يشوف الحرام بيحصل قدامه يسكت، ده ايه ده؟ انت دمك ايه؟ ميه؟ انت جنسك ايه؟ قول كده قول. واقدر بالذكر ان هم جنسين فقط لا ثالث لهما، ذكر وانثى، وده اللي عندنا بقى لا مؤاخذة. المهم نرجع تاني. يا عم انت بالله عليك بتعمل ايه؟ بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى امرهم ما يصطادوش السبت، وابتلاهم انه يجي يوم السبت ده يلاقوا السمك جاي ايه، يرقص لهم كده يلعلط، يعدي السبت ما يلاقوش. فالناس دي فكرت فكرة كده، وخد بالك في اللي فكروا فيه لان ربنا ما يضحكش عليه. كتير مننا بقى بيقلدهم، وانت فاهم وانا فاهم وفكر فيها. قال لك هنيجي الجمعه نحط الشبك بتاعنا يوم الحد نلمه، وبكده نبقى ما اصطدناش السبت ويا دار ما دخلك شر. وبالفعل خدوا القرار ونفذوا. حكى لنا ربنا بقى عن فئتين من الناس: فئه مسلمه فاهمه
امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وفئه تانية الشيطان اشتغلهم وقال لهم وانتوا مالكوا، اللي يعمل حاجه يعملها، اللي عايز يصطاد السبت يصطاد، اللي عايز يصطاد الحد يصطاد، انتوا اصلا ما بتصطادوش، انت اصلا ما بتحبش السمك، فاتس نوت يور بيزنس بيبي. فماذا حدث لهذا الكومودينو اللي سمع كلام الشيطان؟ قال عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وانتوا مالكوا واحنا مالنا، ما نسكت، ده شغلانتنا مش شغلانتنا. فرد عليهم المسلمين الفاهمين اللي كانوا بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى، واحتمال نعرف ناخد بيهم للجنة ويبطلوا الغلط اللي بيعملوه. فلما نسوا ما ذكروا به فضوا على حالهم بيصطادوا يوم السبت، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللي استحل الحرام واللي استهان بأمر ربنا سبحانه وتعالى عذاب النار. طب واللي كانوا بيوعظوا الناس ربنا نجاهم. طب النوع بقى اللي بنتكلم عليه اللي هو واحنا مالنا، لك ان تتخيل اخي الحبيب وصديقي العزيز ويعني اللي انا بحبك وهو بيحبني، انه العلماء في التفسير اختلفوا عليهم على حاجتين. منهم من قال انهم من الناجين، ربنا ما عذبهمش ولا حاجه، ولكن لم يستحقوا الذكر لسوء فعلهم، عشان هم ناس سلبيه ما اشتغلوش وما امروش بالمعروف وما نهوش عن المنكر، ما بقوش يستاهلوا الذكر اصلا، ما لهمش لازمه. وقال بعض اهل التفسير انهم اهلكوا مع من هلك. ليه؟ لان هم كانوا لا يرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل شايفين انه اللي عايز يعمل حاجه يعملها يا جدعان، والدنيا اصلا بزرابيط، وافعل ما تريد فالجنه كومبليت. فعشان كده عذبوا مع من عذب. هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك ليك يا مسلم. فيا ايها المسلم فتح لي ودانك وبرق لي عينيك وركز معايا. احنا لا نتبع الاكثريه بل نتبع ما امر به الله عز وجل، ولو كنا قل، ولا نتهاون ولا نتعاطف مع اي فكره ضد الدين، بل وبكل قوه زي سيدنا لوط كده نقول لهم خدوا بالكم، ده ربنا سبحانه وتعالى يعذب من يفعل ذلك، امنوا بالله، ونجتهد عليهم دعوه ونشد معاهم كده، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعين ويتقوا الله عز وجل ويرجعوا للدين، سواء خرجوا منه او بعدوا عنه او اصروا على باطل او اصروا على معاصي ودعوا الناس ليه، ويبقى ده تعاطفنا معاهم ان ننقذهم من النار. واوعى يا مسلم تقول وانا مالي ماليش دعوه، لانه ليك دعوه، وربنا اللي امرك انه يبقى ليك دعوه وعلمك انه اللي مالوش دعوه اختلفوا فيه، هلك ولا لا يستحق الذكر لسوء فعله. منك انت، انا اجي لك دايما اقول لك الشيطان بيعمل ايه وبيلعب عليك ازاي، وانت تقوم باصص لي كده وماشي، لا بتعمل لايك ولا بتعمل فولو على اليوتيوب ولا على الانستجرام ولا على فيسبوك ولا اي حاجه خالص، وماشي كده من غير ما تعمل شيء. اعمل شير بقول لك لو سمحت، اهو انا مؤدب، لو سمحت اعمل شير، والدال على خير كفايه. ليك في الفي بي ان والحركات او من بره مصر تقدر تدعمني على باتريون عشان باذن الله نكمل ونطور. حابب طريقه مختلفه تقدر تعمل جوين للقناه، تقدر تسيب لنا سوبر ثانكس. انا بحبكم في الله، اشوفكم يوم الخميس ان شاء الله. تابعوا هاشتاج اثنين وخميس، كل يوم اثنين وخميس عندنا فيديو الساعه 7 بالليل. كان معكم امين منير وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.